السلام عليكم. هو كان ينفع يا جماعة الأهلي يخسر نهائي أفريقيا قدام الزمالك؟ الإجابة لأ طبعًا، إحنا ما كانش ينفع نخسر النهائي ده بأي شكل من الأشكال، لأن إحنا كنادي أهلي لو كنا خسرنا النهائي ده ما كانش هتقوم لنا قومة تاني نهائي مدى الحياة، كنت هتفضل طول عمرك مذلول، كل ما يكلمك يقول لك أنا فزت عليك بنهائي أفريقيا، أنا خدت منك أفريقيا، أنا خدت منك بطولة القرن، أنا فزت عليك في نهائي القرن، وطبعًا لو فزت أنت بأفريقيا مليون مرة بعدها برضه مش هتعرف تكلمه، هيقول لك أنا اللي فزت عليك أنت، لازم تاخد بطولة أفريقيا مني أنا عشان تعوّض، طبعًا سيادتك تفضل طول عمرك مستني عاوز تاخد الطار منهم، عايز تفوز عليهم في نهائي أفريقيا، طبعًا مش هتعرف، ليه بقى؟ لان هم اصلا مش هيوصلوا للنهائي بعدها، يعني هم اصلا كانوا هياخدوا بطوله افريقيا دي منك ويسكتوا على كده، هم اخرهم دور المجموعات ويطلعوا منها ويروحوا على كده وشكرا، وحتى ممكن كانوا ياخدوها ويقفلوا النادي بعدها عشان ما تعرفش تعوض وتاخد طرف منه، فاحنا ما كانش ينفع نخسر النهائي ده باي شكل من الاشكال، والحمد لله ان احنا فزنا لان احنا ربنا رحمنا من زيطه كبيره جدا يعني لا يعلمها الا الله، فطبعا احنا نشكر الكابتن محمد مجدي قفشه ان هو رحمنا من الزيطه الكبيره ديت، يعني الناس اصلا واخده في موسم 2002 2003 ده عشان خدوا كل البطولات ذلنا بيه لحد النهارده، خدوا 2 دوري و1 كاس، برضه مش عارفين نكلمهم، يقول لك انا فزت بالدوري سنتين ورا بعض، انا خدت كاس مصر، 3 بطولات محليه، وعايزين ياخدوا رعايه زي الاهلي، تخيل انت راجل فايز في اخر 3 سنين باربع بطولات قاريه واثنين برونزيه كاس عالم ورابع كاس عالم وكاس مصر واثنين سوبر، وهم واخدين 2 دوري وواحد كاس ومش عارف تكلمهم، تخيل بقى يا مؤمن لو هم كانوا فوز عليك في نهائي القرن كان ايه اللي هيحصل لك؟ ما كانش هتقوم لك قومه تاني غير لما تقابلهم تاني في نهائي افريقيا وتفوز عليهم وتعوض وتبقى متعادل معاهم، وطبعا انت ما كنتش تعرف تقابلهم اصلا، هتقابلهم في ايه؟ دي عالم اصلا اخيرا دور المجموعات، احنا يعني نحمد ربنا الحمد لله، ربنا رحمنا من الزيطه وربنا رحمنا من الدوشه، وربنا ريحنا من قرف كبير جدا كنا هنعيشه بقية حياتنا، ونشكر محمد مجدي قفشه صاحب القضية طبعا على المجهود اللي عمله معانا، شكرا.